رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ورامز جلال حيجيكم بحاجة مختلفة جدا، حيصالح بين الناس المتدبسة والمتصارعة كلها. هذا هو العمل الجديد لرامز، رغم انه يعني فاجأني بزاف هذه المرة. دائما انه نقول انه رامز حبس علينا شوية، يعني بزاف كاميرا كاشف كل عام كل عام كل عام، لكن الميزة نتاعو هي انه ما يخليكش تشعر بالملل. يعني رامز جلال ما يخليكش تشعر ابدا بانك ملل من متابعته، دائما يجيب لنا افكار جديده، وحتى بعد ما تشوف انه الافكار اصبحت مستهلكه الا انه يعاود ينوع فيها ويجيب لنا افكار جديده مختلفه تماما. هذه المره على غير العاده، ما غاديش يجيب لنا ضيف واحد، انما غادي يجيب لنا زوج ضيوف، وغادي يكون رامز جلال هو محضر الصلح بين هذو الزوج ضيوف. يعني الضيف الاول متصارع مع الضيف الثاني ويحاول انه يصلح بيناتهم. من بعض الضيوف حتى اني تفاجات انه كيفاش كاين متدابزين. شفت اول حلقتين، الحلقه الاولى كانت مع باسم السمره واحمد السقا، يعني قال له كنتم متصارعين كنتم متدابزين، اي دازنت نو واي. بس يمكن لانه باسم السمره واحمد السقا ما يظهروش بزاف في مواقع السوشيال ميديا وما عندهمش هذا التعاطي مع الصحافه، لهذا السبب ما ظهرش هذه الصراعات، ورأينا انه كانوا متصالحين كانوا متحابين مع بعضهم. ايضا ظهرت في الحلقه الثانيه نجلاء بدر مع مي عمر، قالوا انكم كنتم متدابزين، رغم انه نجلاء بدر قالت له انه مش معايا انا، مع زوجها اللي هو المخرج محمد سامي، مخرج رائع ومميز. يعني العمل قدر انه يخلينا نشوفوا بعض الصراعات، لكن الناس تنتظر بعض الصراعات اللي كانت تستهلك خصوصا في الترند وبين الصحافه، ومش عارفين واش ممكن انه يفاجئنا رامز. يعني ممكن انه يدخل في بعض الصراعات اللي هي حقيقية جدا وكان عندها أثر كبير جدا في السنوات الماضية. حتى في الأشهر الماضية شفنا أنه كان كاين بزاف صراعات بين الممثلين وبين الممثلات وإن عالم الإنتاج والفن. فكيفاش رامز هذه المرة غادي يخرجها لهم من الآخر كما هو قال؟ نشوفها في رامز جلال. قولوا لي أنتم واش رأيكم في هذه الكاميرا الخفية الجديدة اللي قام بها باسمها من الآخر؟ رامز جلال واش غادي يفاجئنا من جديد؟ خايف زعما ممكن يكون حدايا زعما، مش عارف، ما جامي. المهم كاش واحد بغى يدابز معايا يا نروحوا مع بعض وعند رامي جلال، بالك كاش نهار يصالح بيناتنا. بصح الخوف كان كبير جدا، خصوصا انه هذه المره يعني دخلنا في استوديو مختلف. الصراعات نشوفهم انهم يدخلوا في بركه تاع مياه، بعض الممثلين تأدوا كان فيها خدوش. يعني اول حلقه شفت انه الممثله نجلاء بدر تم خدشها، مش عارف اسكو هذاك خدوش ولا اوساخ فقط. هذا العمل غادي يكون يعني مميز جدا. سمعنا بعض الاشاعات تقول بلي انه بعض الممثلين تأدوا من هذه الكاميرا كاشي. جو سي با، شوفوا الحلقات واش غادي ممكن يصرى، واش غادي يصرى في السوشيال ميديا، واش غادي يقولوا. رغم انه نفس الضيوف تجي لرامز جلال وبعض الضيوف مختلفين غادي نشوفوهم، ممكن ما قبلهمش مره من قبل غادي نشوفوهم هذه المره. فنتمنى انه عمل رامز جلال هذه المره يكون مميز جدا ونتابعه، خصوصا انه دائما يكون هو اللمسه الرمضانيه تاع كل سنه. الى اللقاء، نلتقي في حلقه جديده معي انا رافع محي الدين في What They Say.